السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. انتوا عارفين ان النوم والراحه هم عمليا الوقود الاساسي لتمارينك كرياضي، واهميتهم ليك كرياضي بنفس اهميه الاكل والتمارين. في فيديو النهارده هنتكلم على اهميه النوم والقيلوله للرياضي وانواع التعافي وايه هي دورات النوم وايه هو العنصر الاساسي المهم اللي لازم ناخده كمكمل يوميا عشان نحسن من جوده النوم وفرص التعافي. وكمان هنتكلم على ابحاث علميه كتيره جدا، فيلا بينا. أول دراسة هنتكلم عليها هي دراسة درست تأثير النوم على الأداء الرياضي والأداء الإدراكي والصحة العقلية والاستشفاء والتعافي من الإصابات على الرياضيين. الدراسة قالت إن منتشر جدا بين الرياضيين قلة النوم، وعلى حسب الجمعية الأمريكية لأبحاث النوم قالوا إن أقل من 7 ساعات ده يعتبر نوم قليل بالنسبة للرياضي أو بالنسبة للبالغ عامة. واتكلموا على قلة النوم واضطراباته وأنواعها وأسبابها، في منها إن أنت بتبقى بتنام قليل أو جودة نومك قليلة أو اضطرابات في الساعة البيولوجية، زي مثلا رياضي مسافر لبلد بعيد عنده مسابقة، فلما بيروح هناك بيلاقي ان الصبح ليل والليل صبح. عشان كده الرياضيين عامة لما بيبقى عندهم مسابقة في مكان بعيد بيسافروا قبل المسابقة بحوالي اسبوع او اكتر عشان يظبطوا الساعة البيولوجية. كمان من انواع الاضطرابات وقلة نومه ان انت بيبقى ما عندكش وقت معين او وقت مظبطه يوميا تنام فيه، يعني مثلا مرة تنام الساعة 12، مرة تنام 11، مرة تنام واحدة. فانت لما ما بتظبطش ميعاد نومك ده من اسباب اضطرابات النوم او قله جوده النوم. كمان شرحوا ان قله النوم بتاثر على افراز هرمون النمو وتغيير مستوى الكوليسترول، وده بالتالي بيأثر على مستوى التعافي والاجهاد بعد التمارين. وشرحوا كمان ان قله النوم او النوم المتاخر ده تلقائيا بيخليك تاكل اكل مش صحي، لان انت مثلا بتبقى سهران عايز تاكل اي حاجه، فبالتالي الاكل غير صحي ده كتره بيبوظ مخازن الجلايكوجين اللي انت محتاجها كرياضي. لو انت مثلا مش ماشي على الكيتو، فانت محتاج ان انت تزود مخازن الجلايكوجين اللي هي موجوده في العضلات وفي الكبد باكل صحي، وكمان تزود البروتين عشان تبني العضلات. فانت بالاكل الغير الصحي ده بتاثر على الكلام ده كله، فبالتالي بتاثر على التعافي واستشفاء العضلات. كمان قالوا ان قله النوم بتزود من افراز مواد التهابيه زي مثلا الانترليوكين 6 والسي ار بي، ودي مواد تركيزها بيعلى في الالتهابات وعند الشعور بالالم، وكمان ربنا يعافينا في امراض زي الكانسر. فكل ده بيضاعف الجهاز المناعي وبيأخر كمان التعافي من الاجهاد والاصابات. قالوا في الاخر ان المؤسسات الرياضيه لازم تزود الوعي عند الرياضيين باهميه النوم، ولازم تديهم محاضرات عن اهميه النوم والتعافي، وان مش الرياضه بس عباره عن تمرين واكل. نيجي للدراسه الثانيه. الدراسه الثانيه دي دراسه تجميعيه جمعت دراسات كتيره بتدرس تاثير ان انت تزود ساعتين من النوم على ادائك الرياضي، سواء كان بالليل او بانك بتعمل قيلوله في وسط النهار. قالوا ان البالغين عاده بيحتاجوا من 7 ل 9 ساعات نوم، والرياضيين من 8 ل 10. فهم كانوا بيشوفوا تأثير ان انت تنام من 8 ل 10 ساعات على ادائك الرياضي والاداء الذهني. وقالوا كمان ان انت لما بتزود وقتك على السرير، يعني مثلا تروح للسرير بدري حتى لو انت لسه ما فاكش نوم، بس تروح للسرير بدري وتهيئ بيئة ملائمة للنوم، اللي هو تطفي النور، ما تشوفش الكترونيات قبل النوم بفترة، ما تتعشاش متأخر. كل دي اسمها بيئة مناسبة للنوم، يعني بتهيئ جسمك وبتقول لعقلك ان احنا خلاص دخلنا في مود النوم. بيقول لك ان كل ده بيزود من وقت النوم تدريجيا، وكمان بيحسن من الاستشفاء والتعافي. طبعا الدراسه التجميعيه دي جمعت دراسات كتير على مختلف الرياضات ما بين الرياضيين، في منها بقى الجري وفي منها السباحه. وعلى سبيل المثال كان في دراسه بتتكلم على رياضه التنس ما بين طلبه الجامعه، قسموهم على جروبين، جروب بينام من 8 ل 10 ساعات كان زود ساعتين يعني من النوم بالليل، وجروب تاني بينام من 7 ل 9 ساعات. ولقوا ان الجروب اللي بينام ساعتين زياده الارسال بتاعهم او السيرفنج في رياضه التنس كان اكتر دقه. فانت لو بتحب رياضه التنس او التنس طاوله او البادل، نام ساعتين عشان ارسالك يبقى كويس، خصوصا لو الخلفي. الدراسة الثالثة اتكلمت بقى عن الرياضيين النخبة او اللي بيتقال عليهم الاليت اثليتس، دول اللي هم الرياضيين المحترفين. قالوا ان هم بيبقوا معرضين لقلة النوم واضطرابات النوم اكتر بسبب ان هم بيتمرنوا كتير. يعني الرياضيين النخبة دول مثلا في رياضة الجري بيتمرنوا مرتين في اليوم طول الاسبوع، فهو بالنسبة له ان الاجهاد بيبقى عالي جدا وشدة التمرين بتبقى عالية جدا، وعشان هو بيتمرن مرتين في اليوم فهو بيقولوا انه ممكن قلة النوم بالنسبة للرياضيين النخبة تبقى اكتر من الرياضيين العاديين. قالوا كمان ان قلة النوم سواء كانت الرياضيين العاديين او الرياضيين النخبة اقل من 7 ساعات ممكن كمان
بتأثر على الجهاز التنفسي، واتكلموا على اسباب كتيرة لقلة النوم واضطرابات النوم. في منها اسباب متعلقة بالرياضة زي مثلا كتر التمرين، او ان انت مثلا تسافر رايح لمسابقة فالساعة البيولوجية بتاعتك اتلخبطت. وفي منها اللي هو ملوش علاقة بالرياضة زي مثلا نوع الجنس سواء كنت ذكر او انثى، او القلق او التوتر بسبب المسابقة. وقالوا كمان ان موضوع ان هو انت تنام من 7 ل 9 ساعات ده ما ينفعش نعممه على الناس كلها، لان شدة التمارين من واحد لواحد بتبقى مختلفة، فعلى حسب انت الحمل التدريبي بتاعك او الحمل التمريني بتاعك انت بتقدر هل ينفع ان انت تنام اكتر من 9 ساعات ولا المفروض 7 ل 9 ده كويس بالنسبة لك. طيب طالما بنتكلم عن النوم نتكلم عن الكافيين وتأثيره على النوم. في دراسة تجميعية جمعت 58 دراسة اتعملت على أصحاء بالغين مش رياضيين عشان يدرسوا تأثير الكافيين على النوم. لقوا إن الكافيين بيحجب أو بيعمل بلوك لنظام الأدينوزين اللي هو الناقل العصبي والمستقبلات العصبية، ومسؤول بشكل مباشر عن تنظيم دورة النوم واليقظة. فبالتالي لما بيحجب النظام ده بيأثر سلبيا على النوم الليلي. نفس الدراسة التجميعية دي ذكرت كده على جنب إن الكافيين بيعزز اليقظة وبيقلل النعاس، وبسبب ده بيستخدموه لسواقين الشاحنات او الطرق السريعه الليليه، لان هو بيساعدهم ان هم يبقوا يقظين اثناء الدراسه. زي ما في دراسه ذكروها ان هم عملوها على سواقين الشاحنات والطرق السريعه الليليه، لقوا ان هو بيزود اليقظه وبيقلل النعاس عندهم. طيب نيجي بقى للرياضيين. تخيل الدراسه دي قالت ان فنجان اسبريسو المزدوج اللي هو الدبل اسبريسو الصغير ده، فنجان او فنجانين منه، كميه الكافيين اللي فيها لو حتى شربتهم قبل 16 ساعه من ميعاد نومك لقوها ان هي بتعمل تغيرات واضحه في تخطيط الدماغ، فبالتالي بتخلي نومك سطحي اكتر. هنتكلم على النوم السطحي بعدين في الفيديو قدام. طيب بالنسبه للرياضيين، الدراسات بتقول ان منتشر ما بين الرياضيين ان هم ياخدوا الكافيين قبل التمرين، لان هو بيعزز الاداء الرياضي وبيقلل التعب، وان احسن تركيز المفروض ان انت تاخده عشان تشوف النتائج الكويسه دي تبقى ما بين 3 ل 6 مللي جرام كافيين لكل كيلو جرام من وزن الرياضي، وان الكميه دي لو زادت ل 9 او اكتر بيبتدي بقى الاعراض الجانبيه للكافيين تبان، زي مثلا الارق والتعب وسرعه ضربات القلب. فهم قالوا ان الاعراض الجانبيه دي اخطر من فوائده، فعشان كده بتلاقي ان الرياضيين عاده بياخدوا الكافيين على شكل الجل سواء كان مع الجلوكوز او لوحده، لان بتبقى نسبه الكافيين في الجل ده محسوبه بالظبط، على عكس كوبايه القهوه اللي نسبه الكافيين فيها بتبقى تقديريه. طب بالنسبه للالعاب الجماعيه، الدراسه بتقول ان هو كان منتشر ما بين لاعبين فرق الالعاب الجماعيه زي مثلا الرجبي ان هم كانوا ياخدوا كافيين قبل الماتشات بتاعتهم اللي هي كانت عاده ماتشات مسائيه، فقالوا ان هم كانوا بياخدوا الكافيين قبل الماتشات دي عشان يعزز من ادائهم الرياضي. اخدوا منهم عينات لعاب مش بعد الماتش على طول، لا يعني قبل ميعاد النوم، لقوا ان كميه الكافيين في عينات اللعاب بتاعتهم بتتناسب طرديا مع زياده الوقت اللي هم محتاجينه عشان يناموا، يعني بيروحوا السرير وما بيعرفوش، ما بيجيلهمش نوم. وده فسر ليه ان هم كان عندهم ارق ومش عارفين يناموا كويس، وكميه الوقت بتاعت النوم بتاعتهم كانت قليله. طيب نرجع بقى للنوم السطحي والنوم العميق اللي احنا ذكرناه قبل كده. ايه بقى النوم السطحي وايه النوم العميق؟ الواحد لما بينام بالليل بيمر بحوالي 4 ل 6 دورات نوم، كل دوره بتستغرق بمتوسط من ساعه لساعه ونص. الدوره الواحده بتتكون من 4 مراحل: النوم الخفيف والنوم العميق ونوم حركة العين السريعة واليقظة. ال4 مراحل دول بيتقاسوا لو انت هتنام اكتر من 3 ساعات، لان هم معتبرين اي نوم اقل من 3 ساعات ما بين 15 دقيقة ل 3 ساعات ده يعتبر القيلولة. فال4 مراحل دول ما بيظهروش او ما بيتقاسوش الا لو انت هتنام اكتر من 3 ساعات. طيب نيجي بقى للنوم الخفيف. ده اول مرحلة اللي هو الشخص النايم بيخش فيها، ودي بتبقى حلقة الوصل ما بين المراحل. دي بتكون حوالي 50% من مدة النوم كله. بعد كده بتخش على مرحلة النوم العميق. مرحلة النوم العميق دي مهمة جدا للتعافي خصوصا للرياضيين، ودي اللي بيتقاس بيها جودة النوم. يعني لو مدة النوم العميق دي كانت قليلة بيتقال ان جودة النوم بتاعتك ما كانتش كويسة، ودي بقى اللي بيحصل فيها تعافي للعضلات واسترخائها، وبيبقى التنفس وضربات القلب مستقرة وبطيئة، وصعب ان الواحد يصحى في المرحلة دي بسبب اي ضوضاء خفيفة او لو نور اتفتح. عشان كده دايما بيتقال ان في واحد نومه خفيف وفي واحد نومه تقيل، وبيتقال ان شخص نومه خفيف او شخص نومه تقيل على حسب مده مرحله النوم الخفيف بتاعته او مده مرحله النوم التقيل بتاعته. يعني اللي بيتقال عليه ده نومه خفيف قوي بتبقى مرحله النوم الخفيف بتاعته طويله جدا، فعشان كده بتبقى جوده النوم بتاعته وحشه وبيصحى من اي ضوضاء او اي حركه حواليه. انما اللي بيتقال عليه نومه تقيل ده بيبقى عنده في مرحله النوم التقيل طويله، فبالتالي بيبقى عنده استرخاء وجوده النوم بتاعته كويسه جدا، فبالتالي صعب ان انت تصحيه باي حركه او ضوضاء خفيف. مرحله النوم العميق بتاخد حوالي من 16 ل 30
35% من مدة النوم بتاعتك. طبعا انت عشان تحسن جودة نومك وتزود وقت النوم العميق لازم ان انت تعمل شوية حاجات، ان هو مثلا ما تتعشاش متأخر، تخلي ميعاد نومك منتظم كل يوم، تحسن البيئة النومية اللي احنا ذكرناها قبل كده، ان تخلي ظلام داكن، هدوء تام، مفيش اي الكترونيات قبل النوم، وانك تروح للسرير بدري. نيجي للمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة نوم حركة العين السريعة، ودي مرحلة مهمة جدا لنمو الدماغ والصحة العقلية. ضربات القلب فيها بتزيد، بس انت برضو بيبقى عندك استرخاء للعضلات، ودي بتبقى مرحلة يعني بتتناسب عكسيا مع العمر. يعني الاطفال بيبقوا محتاجينها لان هم محتاجين نمو دماغ سريع، ومع البلوغ بتقل مدة المرحلة دي مرحلة مهمة جدا للصحة العقلية ونمو الدماغ. طبعا المنبهات سواء كانت المشروبات زي مثلا الكافيين والشاي والقهوة، او المنبهات اللي هي الادوية، بتأثر جدا على المرحلة دي. فدايما تلاقي اللي بيشرب قهوة كتير جدا نومه خفيف، المرحلة دي بتاعته قليلة، دايما مشتت وما عندوش تركيز، وجودة نومه بتبقى وحشة. كل ده بسبب ان الكافيين بيأثر على المرحلة دي. فانت لما بتشوف واحد يقول لك ده انا ما بعرفش انام الا لما بشرب قهوة قبل النوم، انت ممكن تنام بس انت هيبقى نومك خفيف، مرحلة الريم بتاعتك قليلة جدا، الجودة قليلة جدا، فانت بتأثر على صحة العقل بتاعتك والاداء المعرفي والتركيز، ودايما بتلاقي نفسك مشتت ومش عارف تركز. مرحلة حركة العين السريعة بتاخد من حوالي 11 ل 35% من مدة النوم كله. في ساعات رياضية زي مثلا الكورس والجارمين اتكلموا على أهمية النوم العميق والريم للرياضيين، وخصوصا الرياضيين بتوع رياضات التحمل، وقالوا ان النوم العميق ده مهم جدا للاستشفاء، خصوصا ان انت بتمارس حمل تدريبي شديد. ومرحلة الريم مهمة جدا ليك، لان اصلا كلنا عارفين ان رياضات التحمل زي مثلا الماراثون هي مش بس جهد جسدي، ده كمان جهد ذهني، لان انت لو ما كانش ذهنك مرتاح كويس وان انت مركز في الرياضات الطويلة دي، انت ممكن يكون جسدك قادر يشيلك بس عقلك مش قادر. فبالتالي بتلاقي الرياضيين كتيرة جدا في الماراثون ما بيبقوش قادرين يكملوا الماراثون وبينسحبوا من السباق في نص السباق. فهم شرحوا ان اهمية مرحلة النوم العميق والريم دي مهمة جدا للتعافي الجسدي والتعافي الذهني كمان. نيجي بقى للتعافي وانواعه. العداء المشهور إليود كيبشوجي ده عداء كيني، يعتبر افضل عداء ماراثون على مر العصور، وده الوحيد اللي في العالم كله اللي جري مسافة الماراثون في اقل من ساعتين، وده بطل عالم وعنده ميداليات اولمبية كتيرة جدا. اتكلم على التعافي وانواعه واهميته ليه كرياضي. قال في نوعين للتعافي، اول نوع اللي هو الباسيف ريكفري، او اللي هو النوم والراحة التامة من غير ما تعمل اي نشاطات، تبقى قاعد في البيت كده خالص ما بتعملش اي حاجة غير ان انت يا اما نايم يا اما مستلقي. والنوع الثاني اللي هو اسمه الاكتيف ريكفري او الراحة النشطة، ان هو مثلا تتمشى شوية، تعمل شوية مساج، تلعب يوجا، تخش حمام تلج، او تعمل شوية استطالات للعضلات، وعلى حسب شدة التمرين بتاعتك اللي انت عملتها في اليوم ده او خلال الاسبوع انت بقى بتختار هل هي تبقى المفروض انها تبقى باسيف ولا انها تبقى اكتيف. نيجي بقى للابحاث. الابحاث قالت ان مفيش نوع معين من التعافي مفضل على النوع الاخر، وان هو ده اللي هو احسن واحد ممكن تعمله، بس شافوا ان الملابس الضغطة سواء كانت الشورتات او الشرابات او الحمام البارد ده من احسن الاستراتيجيات اللي الرياضيين بيستخدموها للتعافي. نيجي بقى لعنصر مهم جدا واساسي دايما بيذكر لما تيجي تتكلم على النوم والتعافي. العنصر ده مهم جدا لوظائف الاعصاب والعضلات، ومهم جدا في استشفاء العضلات وارتخائها. العنصر ده هو المغنيسيوم. طبعا المغنيسيوم ده اساسي ولازم يتاخد يوميا لان هو ما بيتخزنش في الجسم. 1% منه بتلاقيه في الدم، يعني اختبارات الدم ما تقدرش تقول لك هل انت عندك نقص في المغنيسيوم ولا لا. معظم المغنيسيوم اللي في جسمك بيتخزن في العظم والاسنان، فهو مهم جدا لصحة العظم وتقوية العظم. و20% منه بيتخزن في العضلات، فهو مهم جدا لصحة العضلات وارتخائها وتعافيها. موجود في بعض الاكلات النباتية زي مثلا بذر اليقطين اللي هو اللب الابيض، او الاوراق الخضراء زي مثلا السبانخ. بس الدراسات قالت ان هو بسبب بعض الممارسات الزراعية زي ان انت بتزود الجير في التربة عشان تظبط حموضتها، ده اثر على كمية المغنيسيوم في النباتات، فاحنا ما بقيناش نلاقيه في النباتات بكمية مناسبة. فبسبب ده احنا مضطرين ان احنا ناخده كمكملات يوميا. الدراسات السريرية بتقول ان المغنيسيوم ده عامل مساعد لاكتر من 300 انزيم في الجسم، وبيشارك خصوصا في التفاعلات الايضيه في الخلايا. يعني هو مهم جدا لارتخاء العضلات واستشفائها، مهم جدا في تكوين البروتين وتكوين الاي تي بي اللي هو جزيء الطاقه، يعني بيديك طاقه في التمارين الهوائيه واللا هوائيه، بيحسن من كتله العضلات وبيحسن من عضلات الجهاز التنفسي وبيساعد على التعافي وبيقلل من الم العضلات بعد التمرين. والدراسات كمان اثبتت ان هو بيزود من الاداء الرياضي عند الرياضيين. الدراسات بتقول ان نسبه تناول المغنيسيوم بشكل عام عند الناس قليله، بقدر تلت عند النساء وربع عند الرجال. وقالوا ان كميه المغنيسيوم اللي
المفروض ناخدها يوميا عند الرجال من 410 ل 420 مللي جرام يوميا، وعند النساء تبقى من 320 ل 360 مللي جرام يوميا وفقا لمجلس الغذاء والتغذية الأمريكي. طب مكملات المغنيسيوم، هتلاقي في السوق مكملات كتيرة جدا، أنواع كتيرة جدا على حسب نوع الملح اللي مرتبط مع المغنيسيوم. يعني هتلاقي مغنيسيوم ماليت، هتلاقي مغنيسيوم ستريت، هتلاقي مغنيسيوم جلايسينات. الدراسات أثبتت إن المغنيسيوم جلايسينات أو الباي جلايسينات هو أحسن واحد ممكن تاخده لارتخاء العضلات والتعافي والاستشفاء وتحسين جودة النوم. طب الرياضي محتاج جرعة قد إيه؟ لو فاكرين في الحلقة اللي فاتت أنا اتكلمت على إن الرياضي مهم جدا إن هو يعوض السوائل والأملاح اللي بيخسرها أثناء الرياضة، واتكلمت خصوصا عن الصوديوم والبوتاسيوم لأن هما دول أكتر أملاح أو الكترولات بتخسرهم في العرق أثناء الرياضة. بس أنت برضو بتخسر مغنيسيوم بنسبة أقل، فطبيعي بقى لما تبقى أنت رياضي أنت محتاج جرعة أكتر من الإنسان العادي. في دراسة تجميعية حديثة جدا اتعملت السنة اللي فاتت شافت إن الرياضيين اللي بيمارسوا رياضة شديدة محتاجين من 10 ل 20% جرعة زيادة عن الجرعة اللي المفروض إن الشخص العادي ياخدها، ولقوا إن الزيادة دي حسيت لهم أدائهم الرياضي وسرعت لهم فترة التعافي واستشفاء العضلات وتخفيف ألم العضلات. طيب أنا كده خلصت، أتمنى إن أنتوا تكونوا فهمتوا أهمية النوم والقيلولة بالنسبة للرياضي، إيه هو أنواع التعافي وإيه هي مراحل النوم وليه المغنيسيوم مهم جدا لتعافي العضلات، وإيه هو تأثير الكافيين السلبي على مراحل النوم وجودته. أشوفكم في فيديو جديد.